ما تيجي نعمل مع بعض احلى واجمل حلة محشي كوسة ممكن تعملوها في حياتكم كلها. خلينا نبدأ كده المحشي مع بعض بالكوسة. وبعد كده نبقى نعمل وصفات تانية كتير بالمحشي، ورق عنب وبتنجان و... والكرنب. كل اللي انتوا بتحبوه، كل اللي انتوا عايزينه اكتبوا لي في الكومنتات، واكيد هنعمله ونجربه مع بعض. بس انا علشان احمد ابني بيحب الكوسة جدا فانا عملتها النهاردة. وهنا لسان العصفور، يا سلام بشوية الشوربة بتاعت الفرخ البلدي اللي متكتفة ومتحمرة ومتقمرة دي. مش قادرة اقول لكم، مش قادرة اقول لكم. يلا بينا نشوف الكلام الجامد دوت اتعمل ازاي. في الاول صلوا علينا على النبي، ويلا نشوف ايه الخطوات. معايا هنا نص قرن فلفل حامي، وقرن فلفل بارد، وثلاث بصلات كده، وثلاث فصوص من الثوم. هفرمهم فرم ناعم جدا جدا. وهنا اجيب حله احط فيها شويه من الزيت، شويه زيت، وهحط بقى يا دوبك اول ما الزيت يسخن هنزل بقى بالبصل والفلفل والثوم. ممكن تستغنى عن الثوم لو مش بتحبيه، بس انا بحب الثوم يا جماعه في كل الاكل. وكل اللي يعرفوني بيقولوا لي انت بتحطي ثوم كتير في الاكل، بس انا بحبه يا جماعه. حطيت هنا بقى يجي نص كيلو من الطماطم. معايا هنا ملح وفلفل اسود وكمون، كزبره ناشفه وبابريكا وشطه، ومعلقتين من السكر عشان تعادل نسبه الحموضه اللي موجوده في الطماطم، ومكعبين من مرقه الدجاج. هسيب بقى هنا الخلطه بتاعتي دي تتسبك ورا. هجيب بقى هنا الحله اللي هسلق فيها الفرخه البلدي بتاعتي. كنت غسلاها ونقعها كويس جدا في ميه وخل وليمون علشان لو فيها اي ريحه زفاره. جبت هنا شويه من الرز، ما كنتش نقعاهم ولا حاجه لان الفرخه هتاخد سوا معايا. وقطعت بصلايه خرطتها ناعم جدا، وحطيت فلفل اسود وكمون وشويه من الكزبره، وهدعكم كويس جدا. وحطيت هنا مقدار معلقتين من السمنه البلدي او من الزيت حسب الماده الدهنيه اللي انت عايزاها. انا هنا هحشي هنا من تحت الجلد كده. يا جماعه مش قادره اوصف لكم طعامه الجلد بالرز، بتبقى جميله جدا جدا. الناس صحاب الدايت وصحاب الاكل الهيلسي يركنوا لنا على جنب شويه، علشان الجلد ده لما بيتحمر في السمنه البلدي او في الزيت بيبقى يا خرابي جامد جدا جدا. بعد كده هنكتف الفرخه بتاعتنا رجل يمين ورجل شمال كده، ونمسح كل الرز اللي موجود عليها. هنحط هنا بصلايه من تحت كده عشان ما تسربش معايا رز. وهنا بخل هقفل برضو الزور عشان مش عايزه اي رز ينزل في الشوربه، عشان مش عايزه الشوربه بتاعتي تكون معجونه. فهنزل هنا بالفرخه بقى بتاعتي اقول لها استريحي. هنزل بقى معايا هنا بصلايه وشويه كبابه صيني وحبهان وشويه فلفل اسود كده، وعود من القرفه، والملح طبعا. طبعا الريم اللي بيطلع على الوش دوت طبعا بنشيله اول ما بيظهر كده، بنروح شايلينه. وبس كده بنغطي عليها. انا لقيتها هنا محتاجه شويه ميه فزودتها كمان شويه ميه، تكون ميه مغليه، وهسيبها بقى تستوي براحتها. هنا بقى ابدا اجهز بقى في الخلطه بتاعه المحشي بتاعتي، او هنا لا، في الاول هبدا ان انا اقور الكوسه. هقورها بقى كده. انا كنت هنا بقول لكم ازاي تقوروا الكوسه، هي مش اختراع يا جماعه، بس انا عشان الكوسه ساعات بتتخرب مني فبجيب المقوره وبقيس كده طول الكوسايه وبعلم بصباعي على المقوره، وابدا ان انا ادخلها بالراحه. وما بحبش الكوسه تكون رفيعه من جوه، بحبها تكون تخينه كده ومليانه لحم، تبقى ملحمه كده. يعني مش ان انا باكل ورقه او ارققها قوي ابقى باكل رز بس، لا، عايزه استفاد من الكوسه، ما بقاش اشيل القلب بتاعها كله، فناخد اكبر كمية من اللحم بتاع الكوسة يعني. وبعد كده بعد ما بخلصها تقوير بديها كده ايه، تقشيرة من بره كشكل جمالي بس، لا اكتر ولا اقل يعني. بس اخلص بقى كل الكمية وارجع ليكم. هنا كنت خلصت كل الكوسة، جبت هنا الخضار غسلاه كويس جدا جدا. وهبدأ بقى ان انا اخرطه، خرطيه ناعم. انا هنا السكينة بتاعتي مش مساعداني في التخريط ان انا اخرطه ناعم، مش حامية معايا قوي. فانا هبدأ ان انا اقطعه كده تقطيع عشوائي بالسكينة، وهبدأ بعد كده اخرطه بالمخرطة. ايوه، شفت كذا كذا يوتيوبر يعني في المطبخ بيستعملوا المخرطة في تخريط الخضار، فوليه يعني، فقلت ما اجربها. فالصراحه كانت جميله جدا جدا، خصوصا لو انت ما عندكيش سكينه هتنجزك. هنا طبعا الرز بتاع المحشي كنت غسلاه وسايباه يتصفى. لازم يتصفى كويس جدا جدا، وخصوصا لو هتعملي كرومب او ورق عنب. ونفس البهارات اللي حطيناها على الصلصه على التخديعه هنحطها على الرز وعلى الخضار. حطيت برضه فلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه وكباب وسبع بهارات، كل البهارات اللي انا قلتها في الاول حطيتها برضو على الخلطة وهي ناشفة قبل ما احط الصلصة. بحط الرز وبعدين بنزل بالخضار،
واديله تقليبه كله مع بعضه كده مع البهارات، وبعد كده بنزل بالصلصه. انا بحب الصلصه تبقى صلصتها الخلطه صلصتها كتيره كده. هبدا بقى ان انا احشي، مش هحشي الكوسيه للاخر، مش هدكها رز عشان ما تبقاش معجونه معايا، مكتومه معايا قصدي. هسيب مقدار عقله كده، وتحشي بقى كده. شوفي لو الكوسيه ضيقه معاكي استعملي المعلقه. بالظبط كده. اخلص بقى كل الكميه ديت وهحطها في نفس الحله اللي انا مسبكه فيها علشان تاخد من طعم الصلصه. هنزل هنا بالشوربه بتاعتي، الشوربه بتاعتي اللي انا زقيت بيها الكوسه دي ببقى مزوده لها مكعب من مرق الدجاج، لان الكوسه بتميع الشوربه. وهركنها بقى على جنب تستوي. طبعا اول ما بتغلي ببدا اهدي عليها النار شويه. جبت حله بقى تانية عشان اعمل احلى لسان عصفور ممكن تاكلوه في حياتكم. ببدا احط فيها معلقه من السمنه واديله تشويحه لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل ده. وبعد كده هبدا انزل بشوربه من شوربه الفرخه بتاعتنا. يا سلام، كان طعمها جامد يا جماعه والله. طبعا نشيل الكباب الصيني اللي وقعت لنا في الشوربه دي، ويا دوبك اول ما ياخد غلوه واحده بس بطفي عليه النار واسيبه بقى يكمل سوا من غير نار. هو بقى ربنا بيكرمه كده وبيستوي لوحده. هنا الفرخه بتاعتي كانت استوت والحمد لله. كنت حاطه ايدي على قلبي لا تنفجر مني في الشوربه والشكل بتاعها يبوظ والشوربه بتاعتي تتعجن، بس الحمد لله كانت استوت من غير ما تتفجر مني في الشوربه. انا هنا قطعت الجناح ده جلته على جنب. كنت عايزه اقول له كلمتين على جنب. هنا جبت بقى هنا الطاسه بتاعتي وهبدا بقى ان انا احمرها من كل الاتجاهات. طبعا لو في اطفال ابعدوهم عن الموقف ده يا جماعه، ومحدش يتكلم على الطاسه عشان الطاسه دي موجوده في كل البيوت المصريه. هنا شايفين بعد ما بتتحمر كده ببدا ان انا ارش عليها شويه ملح بكمون. يا سيدي يا سيدي على الجمدان. نقلبها كده. اللهم صل على النبي. ما تنسوش تضغطوا لايك يا ولاد وصلوا بينا على النبي. صلوا بينا على الرسول الحبيب المصطفى اطيب الخلق. وعايزه اقول لكم معلومه يا جماعه والله، او مش معلومه، هي حكمه. اشغلوا نفسكم بالاكل، واشغلوا نفسكم، اشغلوا بقكم بالاكل بدل ما تشغلوا نفسكم وبقكم بالكلام على الناس وده عمل وده سوى. اشغلوا نفسكم بنفسكم، وحياتكم ما بتقفش على حد. والله العظيم الحياه ما بتقف على حد، هي بس المواقف بتعلم فينا. بس كده. وفيديو بتاعنا خلص سهل وسريع ولذيذ وبسيط جدا جدا. ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتدعوا لي دعوه حلوه، وشيروا الفيديو عشان عيلتي تكبر بيكم ان شاء الله. انا متأملة خير. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، في رعاية الله.